السلام عليكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناة الجزائر آن. مرحبا بكم في العدد جديد من برنامجكم الحصيلة والشباب. في هذا العدد نستضيف الشبكات الجمعوية التابعة للمرصد الوطني للمجتمع المدني. في هذا العدد نستضيف الأستاذة والسيدة بنداود فاطمة الزهراء، رئيس الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مرحبا بك سيدتي. مرحبا، شكرا على الاستضافة. إذن سيدتي، وكونك رئيسة للشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية التي تعنى بالاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة للمرصد الوطني للمجتمع المدني، كونه هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية التي تعنى بالمجتمع المدني وفعالياته، حدثينا عن فكرة إنشاء مثل هذه الشبكات ضمن المرصد الوطني للمجتمع المدني. شكرا على الطرح. في حقيقة الأمر أن فكرة هذه الشبكة هي عبارة عن وليدة أفكار وأعمال مجسدة في أرض الواقع ضمن المقاولاتية الاجتماعية، بحيث أنه الخبرة الميدانية المكتسبة من كافة المشاركين وأيضا مؤسسين هذه الشبكة، رأينا أنه لاحظنا في ضمن هذه الأعمال وهذه المشاريع التي تعنى بالمقاولة الاجتماعية سبق وذكرت أنه كانت فيه ملاحظة إلى الحاجة أو الدعوة الماسة إلى إنشاء نماذج اقتصادية تعنى بالمقاولة الاجتماعية، حيث أن هذه المشاريع أو هذه النماذج تقدم بمبادئ الديمقراطية التشاركية وأيضا مبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وأيضا باستخدام أدوات الابتكار الاجتماعي. الربط بين الديمقراطية التشاركية والاقتصاد التضامني الاجتماعي بالذات، لماذا هذا الربط بين الديمقراطية التشاركية بالطبع يعني كان فيه العديد من التساؤلات لما بالضبط الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني. أول شيء أنه لتحقيق أعمال مجتمعية أو لتحقيق الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي هو الآن في الجزائر في مرحلته الناشئة، بحيث أنه لا يتعدى تعاضديات كانت يعني في حديث المرحلة، لكن نحن الآن نريد به أن نتوجه إلى مؤسسات تعنى بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، حيث أن هذه المؤسسات تكون عندها مبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومبادئ الديمقراطية التشاركية، بحيث أنه يعني لما نحاول نبحث عن الربط بالأسلوب الدقيق، بحيث أنه المقبل على إنشاء هذه المشاريع يجب عليه أن تتوفر له الحرية الكاملة لإنشاء هذه المشاريع، وهذا الأمر يتطلب قوانين، وبالتالي الآن نحن مقبلين على تحديد قوانين تضم الاقتصاد تشجع وتعزز الاقتصاد الاجتماعي التضامني. أيضا يكون فيه حرية وسهولة للحوار مع السلطات المحلية، يعني يكون فيها دعم من طرف هذه الفئة، وبالتالي لا يمكن أن نحقق مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني بدون وجود ديمقراطية تشاركية. وهذا هو المغزى والأمر المهم الذي جعلنا نبحث أنه العنوان الأساسي لهذه الشبكة يكون الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني. من قولك أنه الشبكة الجمعوية بطبيعة الحال أنها تضم مجموعة من الجمعيات، هل يمكن اعتبارها أنها تكتل للجمعيات أو ماذا؟ بطبيعة الحال لما نتحدث على شبكة يعني مصطلح منطلق من التشبيك، والتشبيك يكون بين فاعلي المجتمع المدني وبين الجمعيات، أي هذه هي القاعدة الأساسية للشبكة. بعدين فيه متعاملين آخرين أو فئات أخرى لتساهم ودعم هذه الشبكة، من بيناتها اللي راح يكون المتعاملين الاقتصاديين، السلطات المحلية، المراكز التكوين اللي تكون تابعة للجامعات أو حتى مراكز خاصة، ولما هذا ما نطمح له في الأهداف المقبلة أو الأعمال المقبلة إن شاء الله، أنه تكون عندنا مراكز خاصة لتطوير وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني. متى انطلقت تأسيس هذه الشبكات؟ هي حديثة النشأة. الشبكة انطلقت يوم 27 أفريل 2024، وهذا كان بقصر المعارض في صافاكس بمرافقة المرصد الوطني للمجتمع المدني. ونعود أنوه على هذا الأمر أنه الشبكة
شبكة الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني هي منطلقة من قيمنا احنا كجزائريين، نتحدث على التضامن، نتحدث على الحوار، نتحدث على التشبيك، وبالتالي هي أيضا منطلقة من قيم أو من رؤية المرصد الوطني للمجتمع المدني من 2024 إلى 2030، وهي منبثقة أصلا من رؤية السيد رئيس الجمهورية الذي يعزز الحريات الفردية والجماعية بما يتماشى مع روح الدستور. وبالتالي المرصد الوطني للمجتمع المدني هو حليفنا الأول، هو أيضا المرافق لهذه الشبكة، بحيث أنه في يوم الافتتاح كان فيه أيضا كل طاقم الرئاسي للمرصد الوطني للمجتمع المدني، أيضا حضور وزير الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة السيد ياسين وليد، أيضا كان فيه مختلف الإطارات الفاعلة من الجمعيات وفاعلين في المجتمع المدني، أيضا متعاملين اقتصاديين، بنوك، وكافة الراغبين أو الخبراء أيضا من نسوش الدور تاعهم الكبير في هذا الأمر. يعني كان في عندنا خبراء نوعيين بحيث أنه يكونوا في المجال المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وأيضا المجال المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، ومجال المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي الأركان الثلاثة المتعلقة بشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني. إذن حسب ما رأيت أنكم تسيرون دائما نحو الفكر المقاولاتي ضمن هذه الشبكة، هكذا؟ بطبيعة الحال نحن لما نتحدث على الفكر المقاولاتي هو التوجه الحالي للدولة، بحيث أن الدولة الجزائرية الآن تعمل على تعزيز هذا الفكر سواء في الجامعات، سواء في المتعاملين الاقتصاديين، والآن حتى في المجتمع المدني. نحن الآن من خلال الشبكة هذه نعمل أن تكون عندنا روح المبادرة. أولا نعمل على خلق الثروة من خلال ماذا؟ من خلال توفير مناصب الشغل، وأيضا استحداث آلية جديدة لجعل فاعلي المجتمع المدني والمجتمع المدني في حد ذاته يكون هو الخلاق والمبادر لهكذا مصادر رزق. وبالتالي تشجيع المقاولاتية الاجتماعية هي ضرورة حتمية. يعني علينا الآن أن نتجه سواء كفاعلين أو كأطراف في التنمية المحلية المستدامة في بلادنا على أن نشجع هكذا أفكار، سواء بتبنيها أو بإعطاء دفع لهؤلاء الأشخاص. جيد. ما هو عملكم أنتم ضمن هذه الشبكة، وما هو عمل الشبكة يعني بصفة عامة؟ العمل تاعنا يندرج حول حوكمة التسيير، يعني لأنه كما سبق وذكرت أن الشبكة هي مجموعة من الجمعيات التي منظمة والتي تعمل من خلال هذه الشبكة على تجسيد أهداف وتجسيد نشاطات الشبكة. العمل الأولي يعني بعد ما قمنا في اليوم الأول اللي كانت في انطلاقة للشبكة، عملنا ما يسمى باستقصاء أو استشارة لأعضاء الشبكة المؤسسين، بحيث أنه شفنا توجهاتهم ورأيتهم في هذا المجال، ولقينا أنه الحمد لله سواء كمؤسسين أو كالمؤسسين الأولين أو المؤسسين كجمعيات عندنا نفس النظرة التشاركية. يعني حتى الجمعيات المنطوية ضمن عضوية هذه الشبكة هي جمعيات تحمل نفس الأفكار ونفس التوجهات الديمقراطية التشاركية يعني الاقتصاد الاجتماعي. طبعا يعني في الحديث مع الجمعيات في البداية ما كانش واضح مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، لأنه سبق وذكرت أنه حديث النشأة. لكن لما احنا كامل الجمعيات نعرف أنه الجمعيات دائما تسعى أنه يكون عندها مقر، وديما تطالب أنه يكون عندها مقر، ديما مطالبة. لكن نحن الآن نسعى أنه نطالب وأيضا نأخذ. كيف نأخذ أنه نكون مبادرين إلى إنشاء مؤسسات من هكذا المجال، يعني مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني. بالحديث حول الأهداف التي نعمل عليها والأنشطة، أولا لدينا 3 مجالات نعمل عليها. عندنا الديمقراطية التشاركية، عندنا الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وأيضا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. حيث أن في الديمقراطية التشاركية نعمل على جعل الديمقراطية التشاركية هي أداة للتنمية المحلية. من خلال ماذا؟
من خلال تسهيل الحوار، توعية وتكوين الأفراد سواء في الشبكات أو الأفراد الآخرين في الجمعيات الأخرى حول مفهوم الديمقراطية التشاركية، وكيف أنه يمكن أن يعمم ويكون فيه السلطات المحلية مبادرة في الأمر. ثم في المحور الثاني المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، نعمل على تعزيز هذا المفهوم بما يلائم بالبيئة الجزائرية، الكونتكست الجيريان، أنه نعرف الآن هو الآن يعني حديث الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المستدام، وبالتالي كيف يمكن أن ننتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة بدعم من المجتمع المدني. أيضا النقطة الثانية فيما يتعلق في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، نحن نرى كجمعيات أنه فيه العديد من الجمعيات تطالب ب إيضاح فرص التمويل، كيف يمكن أن الجمعيات تتحصل على التمويل أيضا خارج الأطر يعني إطار الدعم، أطر مبتكرة. نعم، الأطر التقليدية منها الدعم من الولاية أو المجلس الشعبي الولائي أو مديرية الشباب والرياضة أو مديرية الثقافة وغير ذلك. بالضبط. نعم. يعني نحن الآن كيف يمكن أنه حتى للمؤسسات أنه يمكن أنه مسؤوليتها الاجتماعية، للنقطة الثالثة أنا حتحدث عليها، كيف يمكن أنه تساعد الجمعيات الناشطة في المستوى المحلي. أيضا فيما يتعلق بتعزيز الشراكات داخل الوطن وخارج الوطن، لأنه هذا هو الهدف الأساسي من الشبكة تعمل محليا ووطنيا ودوليا. فيما يتعلق بالنقطة الثالثة هي نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. فالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كيف سنعمل في هذا المجال؟ هي متواجدة في القوانين، يعني كل المؤسسات والشركات يمكن أنها تبادر إلى حل مشاكل بيئية، وبالتالي نحن كشبكة سنعمل على قوة اقتراح لهذه المؤسسات كيف يمكن أنها تعزز تواجدها من خلال جمعيات المجتمع المدني. نعم، هذه الشبكات أو الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هل هي تعمل على مستوى المركز أو أنها تتوسع على مستوى مختلف أو على مختلف ولايات الوطن؟ نعم، لما نتحدث على الشبكة يعني حاليا في يوم التأسيس كان عندنا أكثر من جمعية في 50 ولاية، وبالتالي نشاطاتنا راح تكون عبر كافة الولايات. كيف ذلك؟ عن طريق الكوميتي بيلوتاج، يعني الهيئة المسيرة. حيكون عندنا الجمعيات الفاعلة في المجال والمنظمة أصلا في التأسيس أو حتى فيما بعد، لأنه من أهدافنا نطمح أنه يكون عندنا 1000 جمعية بنهاية 2024. وبالتالي هذه الجمعيات يمكنها المشاركة في تنظيم فعاليات والملتقيات، وحتى لما لا في مستقبلا يعني بعد ما توضح الأمور أكثر. يعني احنا الآن حديثين نشأة طبعا. وأيضا المفهوم الآن اللي نتعاملوا عليه في الاستراتيجية الأولى اللي هو التشخيص، بالتالي نحن في مرحلة التشخيص على مستوى الوطني فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني. فيه مبادرات كانت كاينة من قبل، ونحن نطمح أيضا أن يكون عندنا أهدافنا ويكون عندنا مخرجاتنا من هذا الموضوع. وبالتالي الجمعيات الناشطة في هذا المجال اللي كانت عندها خبرة من قبل والتي تريد اكتساب الخبرة، نحن ندعوهم كلهم للانضمام إلى هذه الشبكة من خلال الأعمال تاعهم والملتقيات اللي حتكون، وبالتالي تشبيك أكثر من أجل تحقيق أهداف الشبكة. طبعا الخبرة ربما تكتسبها بعض الجمعيات اللي ما عندهاش خبرة من خلال شبكات بلوس التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني. في حديثك حول تنسيقكم بين أو أنكم كواسطة مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، كيف تنسقون بين السلطات المحلية وبينكم أنتم كشبكة؟ نعم، الأمر الجميل اللي ذكرته في حديثك الآن أنه فيه منصة كفاءات بلاس. كفاءات بلاس هذه تعمل تم إطلاقها من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، تعمل على توجيه الفاعلين في المجتمع المدني بإطلاق دورات تدريبية عن بعد. يعني يمكن أنه اللي ما يقدرش يتلقى دورة تدريبية حضورية يقدر يتلقاها عن بعد، وبالتالي حتى أنه في المرصد الوطني للمجتمع المدني من خلال خلية التكوين تعمل على تجسيد مشاريع دورات تكوينية في كافة الولايات. وبالتالي عودة لسؤالك، نحن في شبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني نقوم بالتنسيق مع كافة الولايات من خلال الجمعيات المنضمة إلينا. وبالتالي الجمعيات المنضمة وبين المرصد
نقوم بالتنسيق فيما بعضنا البعض بإطلاق ملتقيات وأيضا مشاريع اللي حتكون قادمة بحول الله، وهذا في لسبيل تحقيق أهداف الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وأيضا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال تحفيز المؤسسات على المشاركة في هكذا مجالات، وأيضا المنتخبين المحليين في المجالس المحلية الولائية والبلدية في كافة الولايات التي سنزورها بحول الله. طبعا ربما هذا من بين الأهداف التي تسعى من خلالها هذه الشبكة. ما هي الأهداف الأخرى سواء طويلة المدى أو قصيرة المدى أو حتى بعيدة المدى للشبكات، مختلف الشبكات طبعا التابعة للمرصد الوطني للمجتمع المدني، وخاصة شبكة الديمقراطية التشاركية؟ يعني باختصار يعني الشبكات ككل تعمل على ترجمة استراتيجية المرصد الوطني للمجتمع المدني من خلال أن تكون تعمل على التنسيق وأيضا مرافقة هذه الشبكات في أعمالها، بحيث أنه تكون عندها بعد أو رؤية أكثر لما يتواجد في الواقع. بالتالي لما نعمل ملتقيات ونعمل مشاريع لتترجم فعليا أو تعمل على حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المدني والجمعيات، وبالتالي حتى نتمكن من حل هذه المشاكل يجب علينا أن نكون متواجدين في أرض الميدان، يمكن أن نكون مبادرين في تقديم هكذا حلول. وبالتالي كل شبكة متخصصة في مجالها. نحن في مجال الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني من أحد أهدافنا الأولى أنه يكون عندنا انتشار عبر كافة ولايات الوطن، ولما لا يكون عندنا خارج الوطن. النقطة الثانية تكون عندنا شراكات بما يتيح الممارسات الفضلى في هذا المجال، أنه فيه دول سبقتنا في هذا المجال، لكن لما لا أنه نعملها بالسياق الجزائري الخاص بنا، لأنه ما نقولش أنه نجيب تجربة كما راهي ونحطها هنا عندنا في طبعا الجزائر، لازم تكيف مع المجتمع الجزائري، مع العقلية الجزائرية، الفكر الجزائري. بالتالي يجب تكييف مثل هذه الأفكار أو الاستراتيجيات مع متطلبات البلاد. بطبيعة الحال أحسنت الشرح. وبالتالي هذا الهدف الأول لنا في الشبكة. الهدف الثاني اللي نسعى عليه هو تقوية قدرات الأفراد الفاعلين في المجتمع المدني المنضمين إلى الشبكة أولا، ثم إلى خارج الشبكة، يعني كافة الأفراد المحيطة بالشبكة من جمعيات يمكن أنهم يستفادوا من دورة تكويننا في 3 مجالات اللي سبق وذكرت فيهم. أيضا عندنا العمل على شراكات. الشراكات هذه تكون مع المتعاملين الاقتصاديين العوام والخواص من أجل تحقيق مؤسسات اقتصاد الاجتماعي التضامني اللي هي الهدف الرئيسي من هذا الموضوع. ما هي نشاطاتكم أنتم كالشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ نعم، نحن مقبلين على العديد من الملتقيات خاصة في المرحلة هذه التي نعيشها وتعيشها الجزائر. الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية، وبالتالي الشبكة ومن مواضيعها الأساسية اللي هي الديمقراطية التشاركية، وهي أحد الأبواب التي يمكن من خلالها أن نشجع الشباب وأيضا كافة شرائح المجتمع على الإقبال على الانتخابات بقوة في هذا المحفل القادم. أحد أيضا الأنشطة التي نعمل عليها هو ملتقى المرأة القيادية في الجزائر كشريك أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كيف سيكون هذا الملتقى؟ سيكون عن طريق دمج الخبرات واستفادة من الخبرات التي تطرقت إليها نساء فاعلات سواء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، رائدات أعمال، كذلك نشطات جمعويات، وأيضا منتخبات محليات. وبالتالي تركيزكم على رائدات الأعمال، النساء المهتمات بالمقاولاتية، فيما تدخل هذه الرؤية؟ تدخل دوما في استراتيجية الشبكة، وأيضا تندرج ضمن استراتيجية المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي هو ينبثق أصلا من رؤية السيد رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية في تعزيز التنمية المستدامة محليا ووطنيا. تنمية الأعمال أو توجيه الشباب والفاعلين في المجتمع المدني نحو المقاولاتية الاجتماعية أو ريادة الأعمال هو دليل إيجابي على أن الدولة تعتني بهكذا موضوع. وبالتالي في عملنا حول ملتقى المرأة القيادية في الجزائر سيكون العمل تاعو في البنك الوطني للإسكان.
في الأيام المقبلة. وبالتالي ندعو كافة الراغبين والراغبات في هذا في المشاركة في هكذا نشاط بالالتحاق بصفحة الشبكة. هذا في حديث عن ممكن النشاطات التي ستكون في الأيام المقبلة، لكن جملة النشاطات التي ستقومون بها بالطبع عند إنشاء هذه الشبكة تقومون ربما ببرنامج سنوي أو اقتراح على الأقل بعض النقاط العريضة التي ستسيرون بها كخارطة طريق لكم خلال هذه السنة والسنوات المقبلة. نعم، بطبيعة الحال كل شبكة قدمت رؤيتها وكذلك المخطط الاستراتيجي لنهاية العام. يعني في أول مخطط عملنا عليه هو التشخيص. نحن الآن في مرحلة التشخيص، البحث والدراسة والاستبيان مع الكرياد اللي هو مركز البحث الخاص في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والبيئي، أيضا مع كافة قيام بشراكات. نحن مقبلين أيضا على شراكات مهمة مع مدارس وأيضا شركات وأيضا حتى وزارات لإنشاء مشاريع ضمن الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني. ثم في عندنا ملتقيات تكون مندرجة ضمن الخطوط العريضة للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. هذه المشاريع وهذه الملتقيات تصب مباشرة في تحقيق أهداف الشبكة. ثم في الأخير عندنا مرحلة تقييمية، يعني بعد كل نشاط عندنا تقييمات لتحسين سواء ما كان من نقائص وأيضا لدعم النقاط الإيجابية. من خلال هذا، ما هي الفئة المستهدفة التي تستهدفها الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية؟ نعم، الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني هي شبكة ديناميكية، بحيث أنه تختلف على بعض الشبكات الأخرى. لماذا؟ لأنه قاعدتها الأساسية هي الجمعيات وفاعلين في المجتمع المدني، الخبراء أيضا في مجالات الثلاثة التي سبق وذكرتها. أيضا كافة لما نتحدث عن الديمقراطية التشاركية نحن نبحث عن كيف يمكن أن نعزز هذا المفهوم من خلال السلطات المحلية، المنتخبين في المجالس البلدية والولائية، أيضا كافة المعنيين بالمتعاملين الاقتصاديين، يعني سواء شركاء اقتصاديين وشركات، وأيضا رؤساء مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة. هؤلاء وأيضا كما سبق وذكرت المؤسسات التعليم، الهيئات الكبرى للتعليم سواء مدارس خاصة وجامعات. نعم، هؤلاء نستهدفهم بشدة، سواء شباب يعني أو سواء شباب من ذكور وإناث. نستهدفهم من خلال إرساء هذه الثقافة، ثقافة المقاولة، ثقافة الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال أدوات الابتكار الاجتماعي. إذا ما هي النشاطات المستقبلية التي تحضرون لها أنتم كشبكة؟ نعم، في النشاطات المرتقبة فيه نشاط يدعى بمسار نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني. حيكون من خلال 7 أو 6 ولايات أساسية: ولاية ورقلة، ولاية السطيف، ولاية عنابة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ولاية أضرار، وهران، وكذلك تيزي وزو، ثم ختاما بالجزائر العاصمة. راح تكون ملتقيات جهوية تضم يعني حتكون فيه ولاية مضيفة للحدث، وتكون فيه ولايات الجهوية القريبة من الولاية المضيفة التي ستعمل على يعني ملتقى جهوي يعمل على ضم كافة فاعلي المجتمع المدني وأيضا السلطات المحلية من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وحتتخللها أيضا ورشات تكوينية في هذا المجال في الفترات المسائية. يعني حيكون مسار، يعني حيكون ياخذ يوم واحد عمل، بالتالي نهدف فيه أولا إلى إضفاء هذه الثقافة وهذا الطابع، ثم العمل على مشاريع تكون بحول الله مستقبلية في هذا المجال إن شاء الله. شكرا أستاذة فاطمة زهراء بن داود على ما قدمتيه اليوم حول الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والثقافي، كونك رئيسا لهذه الشبكة. شكرا جزيلا لك وشكرا على الدعوة. إذن وبهذا مشاهدينا الكرام نختم هذا العدد من برنامج الحصيلة وشباب. نلتقي في فرص